نذهب إلى المعلق. يعني الحماس وأجواء الحماس كلها عندك موجودة. أبو مدين، يعني ودنا تقول لنا في البداية عن دولة قطر اليوم تستضيف مثل هذه البطولة، شعورك أنت اليوم كمعلق رياضي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما ذكرت سعيد جدا بالتواجد معكم. بخصوص دولة قطر والله كان في تحدي كبير للأمانة. نعم. كما ذكر الدكتور في ظرف قياسي، تحدي للزمن، بالحديث عن المنشآت تطور رهيب جدا للأمانة. يعني ما نراه في المواقع والواقع مختلف فعلا، لأنه الواقع يحكي عن أمور جد رائعة. دولة قطر تستحق كل هذا ما يحدث هنا قبيل انطلاق كأس العالم. فعلا أنا كزائر لأول مرة من بلد الجزائر قادم كخارجة أولى إلى دولة قطر، ففعلا سعيد جدا. شفت المنشآت، الملاعب، أمر رائع فعلا. حمسك بعد كمعلق أيضا، حمسك يعني تعطيك يعني كل الطرق تؤدي إلى قطر وليس إلى روما هذه المرة. كل الطرق تؤدي إلى قطر. نعم. فبالتالي والله كل ما شاهدناه إن شاء الله راح نشوفه ضعف في المستقبل، خاصة مع انطلاق بطولة كأس العالم بعد 4 أيام إن شاء الله. إن شاء الله. والله العظيم تحية تقدير وإرفان لكل. احنا بناخذها بصوتك بس بعد شوي، يعني جهز صوتك. نعم جهز لنا، ناخذها بتعليقه. الصوت سيكون على المباشر في مباراة الانطلاق، وايضا لنا اكسكلوسيف لازم. نعم، احنا من شويه كابتن ابو مدين احنا شفنا الرابطه المغربيه منذ قليل، فهذا يعني يعطي كحافز للمنتخب المغربي، كون ان الفرق العربيه ستلعب على ارضها، على ارض عربيه، فماذا يعني هل ممكن انه ينعكس على مستوى المنتخب كتشجيع، ان يكون المنتخب المغربي يهتف باسمه في ملاعب قطريه، فماذا تقول؟ بالنسبه للروابط المشجعين بالحديث عن المنتخب المغربي او منتخب قطر، منتخب تونس، منتخب السعوديه، انا شخصيا شفت مؤخرا في صالات، سواء في الغرافه في مختلف الصالات، مؤخرا في لوسيل، اجتماع رهيب جدا لكل المشجعين حتى الجزائريين القادمين. صحيح. فيه تحس بانه فيه وحده بين الانصار. نعم. راح يكونوا كصوت واحد. نعم. يعني مش بالضروره انك مغربي تشجع المغرب وتطلع فقط. صحيح. يعني اذا كنت حاضر راح تشجع قطر وتشجع تونس. صحيح. وتشجع كل المنتخبات. كل هذه الامور تحفز حتى نكون يد واحده باذن الله، وهذا المطلوب طبعا. وبالحديث عن المنتخبات العربيه، اذا كانت ستشارك في دوله عربيه دوله قطر، بالعكس اليوم كره القدم تعترف داخل ارضيه الميدان، ولكن الحافز هو انك تلعب امام اصوات. نعم. عربيه يعني. صحيح. نعم. فبالتالي اكيد سيكون في حافز. صحيح. ان شاء الله فقط يغتنموا الفرصه ان شاء الله. ويعطونا افضل نتائج باذن الله. في 4 فرق و4 ايام باقيه شديده، ابليت بلاء حسنا مثل ما يقولون. هي لحد الان علقت على الكثير من المباريات، ولكن كان فيه مباراتين، خاصه المباراه بخصوص كاس افريقيا. نعم. بين منتخب السنغال ومصر، كنت يعني حسيت باني قدمت فيها اداء مميز جدا ما شاء الله. وفي مباراه اخرى كانت في دوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. على فكره كنت حكيت هذا الامر عبر منصات التواصل الاجتماعي. نعم. هناك من صدق، هناك من لم يصدق. قبيل انطلاق المباراه بحوالي نصف ساعه، نعم. بينما كنت استعد، كنت محضر في التشكيله اللي طلعت، كنت قلت لزميلي ما رايك لو ليونيل ميسي، ما رايك لو البي اس جي تحصل على ضربه جزاء ويستلمها ميسي وتضيع. نعم. فكان مجرد كلام. في مرور ملك. فلعبت المباراة. سبحان الله. وجات فرصة لباريس سان جيرمان وكان واقف مبابي وميسي. فقلت يا رب بيني وبين نفسي، فجات فعلا لميسي وقلت معذرة لأنصار بي اس جي. دعائك مستجاب كابتن. معذرة لأنصار بي اس جي راح تضيع، وكما شفت في الزاوية. تيبو كورتوا راح مع الكرة في الزاوية اللي نص ساعة قدام تطلع المباراة، كنت شفت اللقطة. أمر حاجة مش عارف إذا كانت أمور ربانية. أكيد. فبالتالي ضاعت، فحسيت أنه هو الحب للمهنه. نعم. الممارسه. أكيد. فبالتالي الواحد طبعا يستلهم احيانا ويستبشر احيانا، واحيانا يضع مثلا مخطط في باله وقد يتحقق في. ان شاء الله هذا المشوار طويل الحق، ان تكون في مباراه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله تعالى. فهذا شيء جميل جدا. كابتن، في ظل هذه الكوكبة الرياضية اللي احنا قاعدين نشوفها، المعلق الرياضي العربي كيف ترى دوره من ضمن القنوات الرياضية اللي تم افتتاحها مؤخرا؟ هي في قنوات عربية مميزة فعلا، الخاصة والعامة، فيه أسماء كبيرة تعلق على المباريات يعني بغض، يعني من دون ذكر أسماء، لأنه في أسماء كثيرة حتى لا نقع في مشكلة بعدين، يعني ممكن يكونوا زملاء في المستقبل. نعم. فبالتالي كلهم اسماء مميزين. بالنسبه للقنوات والله صارت مميزه. نعم. نحكوا ممكن على قنوات كبيره راهي معروفه،
صار فيها مباريات كبيرة، الكل يبحث عن المتعة عن الإثارة، وفعلا فيها حاضرة مع أسماء كبيرة. نعم. صرنا حاليا نشوفوا المباريات والله فعلا صراحة شيء مميز ما تصنعه القنوات الرياضية. صحيح. وما زال في المستقبل كذلك سيكون في قنوات كبيرة. أكيد. نعم. مع نجوم صاعدين شباب إن شاء الله. نعم. سنكون إن شاء الله من ضمنهم، وقد نكون إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله. عادي جدا، عندي ثقة كبيرة قد تكون فيه ضربة الانطلاقة بصوت باذن الله ان شاء الله. ونترقب احنا يعني كابتن الصوت هو اللي يملكه الترقب يكون المعلق باذن الله مباشرة لما تكون فيه نعطي الكلمة للكابتن بومدين بوجمعة في كابينة التعليق، وانا نقول شكرا جزيلا للكابتن في الاستوديو التحليلي باذن الله. ان شاء الله. ننتظر هذه الانطلاقه، والله يحفظك الله يوفقك ان شاء الله. كابتن. عودة لك مرة أخرى كابتن، التعليق الرياضي يحتاج إلى مهارة معينة ما شاء الله أنت تمتلكها. لله الحمد. متى جاك هذا الشغف والحب أنك تكون معلق رياضي، ومن هو مثلك الأعلى؟ كان هذا الامر بدايه من شي 10 سنوات تقريبا، من 2012 يعني رفقه الاصدقاء في الحي. كانت البدايه من خلال قاعه الالعاب بلاي ستيشن، كنا نلعب وبعدين جاء التعليق على فرصه على لقطه، ويكون تحفيز مبدئيا من الاصدقاء. نعم. بعدين يتطور الامر يخرج من الفصار الامر جدي فعلا. ما كانش عندي يعني مش نقولوا حافز او محفزات حتى اني نكون متاكد باني راح نكون معلق في المستقبل. نعم. ولكن بما اني صرت امارس اللعبه واعلق يعني كل مره مشات الامور لغايه ما انشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصه نعم. عبر الفيسبوك. نعم. بمقاطع صغيره كانت تنشر مع الاصدقاء. ما كانش عندي يعني صيت كبير في الوطن خاصه في الجزائر. نعم. وبعدين تطور الامر الى غايه تكوين اصدقاء في هذا الميدان، وتجي في مناسبات فرص مسابقات كنا نشاركوا سويا، خاصه مؤخرا قنوات الكاس كانت نظمت مسابقه، قنوات بين سبورت كذلك الوبين كنت شاركت. لقيت يعني اشادات ولله الحمد والشكر الى غايه العام الماضي العام الفارط في شهر اكتوبر تقريبا، كانت فيه ولاول مره في الجزائر. كل الشكر من قناة قطر إلى الشعب الجزائري ككل، صفحات وناس. نعم، نهدي له تحية أكيد للشعب الجزائري والمغرب ككل، والمغرب العربي ككل طبعا. نعم. ولكل العرب. صحيح. فالشعب الجزائري كان دعمني، كان عمل فيها ثقة. كانت صارت لأول مرة حدث، صارت ضجة إعلامية. نعم. كانوا يطالبون بأن أكون معلقا في التلفزيون العمومي الوطني الجزائري. نعم. كانت فيه لأول مرة تكون سابقة يعني في ظرف 3 أيام، وتكون كابومدين بوجمعة متصدر الحدث، نريد هذا فلان معلقا رياضيا. يعني نعم. جات في صدفه في رمشه عين، كنت نشرت مقطع صغير عبر التيك توك، قلت اعطونا فرصه، جاي المباريات كاس العالم كاس افريقيا ولما لا في المستقبل كاس اسيا. فهذه اشاره اشاره غير بطريقه غير مباشره. فبالتالي ولله الحمد اليوم صار عندنا اصدقاء حتى لو قلنا متابعين في الصفحه يدعموننا. انا جيت هنا الى دوله قطر، وانت اليوم في قطر، خرجت الى دوله قطر. نعم. بفضل الله عز وجل. ما كنتش اصلا مبرمج اني نخرج لاسباب، ولكن جات القدره ربي سبحانه وخرجت. سبحان. ولما تشوف الاصدقاء يدعمون في التعليقات، الكل مفكر اني راح اتعاقد مع قناه هذه راح نقولها على المباشر، فبالتالي هي فرصتي حتى ابدع. حياك الله. فبالتالي ان شاء الله يكون فيها الخير قادم. احنا دائما نرحب فيك في دولتك قطر، ويا مرحبا فيك، وتنقل لنا باذن الله اجواء ان شاء الله جميله. دائما المعلق ينقل رساله، دائما طبعا. المعلق عنده ثقافه. أكيد. نسمع بعض المعلقين يعطونا شيء ابيات شعريه، اقوال، صوت مميز احيانا. فحتى كان تكملة فقط لسؤالها بخصوص الأفضل، فهناك كل ما تطرب له الآذان. يا سلام. أنا أستمتع يعني صراحة. قلت حتى لا أذكر اسم 2 و3. نعم. ما يكونش في امتياز يعني، فبالتالي والله كل المميزين. نعم. احنا طمعانين نسمع، ولكن بنسمع مع صافرة البداية. قطر. وأيضا الكابتن بومدين بجمعة، حياك الله ومرحبا في دولتك قطر. ننتظر إن شاء الله، وننتظر نسمع صافرة البداية مثل ما وعدنا. إن شاء الله. يعني تلفزيون قطر ممكن